السلام عليكم، هاعمل معاكم النهارده طاجن لسان عصفور باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة أي حد فينا يقدر يعملها في البيت، وكمان هاقول لِك على كل التكات والتفاصيل اللي هتطلّع معاكِ الطاجن بالجمال والحلاوة دي كلها، وكمان هاقول لِك على البدايل اللي أنتِ ممكن تستبدليها، بس أهم حاجة قبل ما أبدأ بالطريقة اللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات اللي إحنا بنعملها، ويالّا بينا نبدأ بالطريقة على طول. معانا حلة على النار هانزل فيها معلقة سمنة بلدي، أو لو مش عندِك سمنة بلدي ممكن تستخدمي الزيت أو أي سمنة نباتي عندِك. وبعد كده هانزل عليهم ببصلاية متقطعة مكعبات بالشكل ده كده، وهنشوحها كده مع السمنة، بس أهم حاجة التقليب علشان البصلة متتحرقش معانا، لغاية كده لمّا تدبل معانا تبقى بالشكل ده كده، وبعد كده هنضيف عليها فلفل ألوان أحمر وأصفر، ونُص كده قرن من الفلفل الحراق ده بيدّي له طعم جميل، طبعًا اللي ما بيحبش الحراق ما يحطوش، وطبعًا ممكن تستبدلي الفلفل الألوان بالفلفل الرومي الأخضر بيدّيكِ برضه نفس الطعم والجمال، وهنشوح كده الفلفل مع البصل لغاية لمّا يدبل معانا. ويبقى بالشكل ده كده، وبعد كده هنضيف عليه اللحمة، طبعًا اللحمة دي أنا مسوياها قبل كده، وطبعًا لو عايزين طريقة تسوية اللحمة عندكم على الصفحة، وممكن تستبدلوا اللحمة بالكبد والقوانص أو اللحمة المفرومة. وهاقول لِك على حاجة كمان لو مستعجلة وجبتِ اللحمة طبعًا ومش عندِك وقت لسليق اللحمة، وعايزة تعمليها كده بسرعة، هتجيبي اللحمة وهتقطعيها كده إلى قطع صغيرة تمامًا. وبعد كده هتشوحيها كده مع البصل والفلفل بنفس الطريقة، ولمّا تيجي تحطي عليها الطماطم زي ما هنعمل دلوقتي كده، هتهدّي عليها النار خالص، وممكن تضيفي لها كوباية مَيّة لغاية لمّا اللحمة تستوي، علشان لسان العصفور أصلًا ما بياخدش وقت على النار وبيستوي بسرعة. تعالوا بقى بينا نرجع للطريقة الأصلية بتاعتنا، هنحط كده حبايتين طماطم مبشورين على اللحمة، وهنقلبهم كده مع بعض، وهنضيف عليهم مكعبين من المرقة، ورشة كده من الفلفل، طبعًا لو ما بتفضّليش المرقة ممكن تستبدلي المرقة بالملح، وهنقلبهم كده مع بعض لغاية لمّا الطماطم تتسبك معانا. كده اللحمة بقت جاهزة معانا، تعالوا بقى نعمل لسان العصفور. في طاسة على النار هنحط عليها معلقة سمنة بلدي كبيرة، وكيس كده من لسان العصفور، وهنقلبه كده، أهم حاجة التقليب المستمر طبعًا علشان ما يتحرقش معانا، وهنقعد نقلب فيه كده لغاية لمّا كده يتغير لونه ويدينا اللون الدهبي الجميل ده، ويبقى بالشكل ده كده. وبكده لسان العصفور بقى جاهز معانا، وهناخده وهنضيفه على اللحمة، وهنقعد نقلب فيه بالشكل ده كده لمدة دقيقتين، وهنضيف عليه الشوربة، وهنقلبهم كده مع بعض طبعًا عشان لو في أي حاجة لازقة تحت أو أي حاجة، وهنسيبه على النار يغلي لمدة دقيقتين، وبعد كده هنطفي عليه النار، وهنشيله وهنحطه في الطاجن بالشكل ده كده، وهنرص كده على اللحمة كده على الوش عشان تتحمر معانا، وبعد كده هندخله الفرن، بس أهم حاجة نكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق، وهنسيبه في الفرن لغاية لمّا لسان العصفور كده يستوي واللحمة تاخد وش من فوق كده، وبكده بقى جاهز معانا، وهنقدمه كده بالطاجن بالشكل ده كده. طبعًا لو عاملة عزومة ممكن تعملي طواجن صغيرة، وتدّي كده لكل فرد كده طاجن صغير، ويبقى شكله جميل جدًا وشكله مفرح وشيك كده على السفرة، أو ممكن تحطي أصلًا الطاجن الكبير ده كده على السفرة وتقدّمي أطباق، وتقدّمي لسان العصفور في الطبق عادي بيبقى برضه شكله جميل. بس طريقة التقديم دي طبعًا لو مش متوفر عندِك الطواجن الصغيرة دي. وبكده خلصنا طريقة التقديم معاكم، طبعًا لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وبألف هنا وشفا ليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.